حط مراية على الأرض وفضل يزوق زاويتها برجله لحد ما ظبطها على عاكس مخصوص متثبت فوق. كده بقى شايف صاحب الأوتيل وهو بيشوي البطة بوضوح. كان لسه هيعرف أهم خطوة في الوصفة، وفجأة شعاع شمس خبط في المراية وانعكس على طول على البطة. صاحب الأوتيل خد باله فورا، مسك حتة عجينة ورماها على العاكس اللي فوق. بام، المشهد كله اتغطى، الخطة باظت، والولد ابتدى يدور على زوايا جديدة. بس كل مرة كان صاحب الأوتيل يسبقه بخطوتين والولد ما يشوفش حاجة. في الآخر ومن كتر اليأس علق قطعة تطريز لمعة على الحيطة. المرة دي الصورة كانت واضحة جدا، وابتدى يكتب ملاحظات بسرعة جنونية، لكن حركته اتكشفت تاني. عين صاحب الأوتيل جت على التطريز المعلق، عمل نفسه بيمسح ايده وقرب ورمى فوطة علقت فيه وغطته، وبحجة بسيطة بعت الولد يجيب فرشة. وفي اللحظة دي خلص أهم خطوة لوحده، طلع شوية بهارات سرية من جيبه وبسرعة البرق حشاهم جوه بطن البطة. لما الولد رجع كان كل حاجة خلصت. ساعتها اتأكد تماما من غير ما يدفع مصاريف التعلم عمره ما هيعرف سر تتبيلة البطة من صاحبها.